الدنيا ستدور والمشاهد ستعاد والأدوار ستتبدل وكل ساقي سيسقى بما سقى به الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ويا مرحبا فيكم بالجميع. الفيديو الثاني خلال فترة رمضان. أدري أن أنا وايد متأخر، ولكن أحب أقول لكم مبارك عليكم ما تبقى من الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا فيه ويجعلنا فيه من عتقاء من النار يا رب العالمين. هذه فرصة ذهبية في أن احنا نعوض فيها أمور وايد، فرصة للتغيير، فرصة لتغيير العادات والسلوكيات السيئة والسلبية في حياتنا، فرصة أن نتقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. سوى أعمال الخير فيها، تقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر، تصدق والتزم بصلاتك، لعل وعسى يكون هذا الشهر الفضيل هو الشفيع لنا يوم القيامة. قبل أن أخوض بتفاصيل قصة اليوم الغريبة والعجيبة بنفس الوقت، كل أحتاج منك الشير، السبسكرايب، وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. جايب لكم اليوم قصة يابانية أحداثها غريبة من شدة غباء المجرم، لأنه هو مثال للشخص اللي ما يتعلم من أخطائه، حالة حال بعض الناس اللي يكررون الأخطاء مرة ومرتين وثلاث. هذه القصة راح تفيدك اليوم. قصر على الإضاءة أو طفي الليتات، وأبيك تركز معي بتفاصيل قصة اليوم لأنها راح تكون غريبة جدا. ويلا لحظة، شنو اللي يلا وين الشير؟ وين الدعم؟ وين السبسكرايب؟ وين الناس اللي قاعد تطالع الفيديوهات والمقاطع؟ وين الناس اللي قاعد يقولون احنا واقفين معاك؟ حتى صوتي راح. أبيكم يا جماعة تشدون معاي، لأن خلال فترة رمضان إن شاء الله راح نكثف المقاطع. بدل ما أن يكون 4 مقاطع بالشهر راح يكون 8 فيديوهات بالشهر، بمعدل الأسبوع مقطعين بإذن الله. فأبي منكم تفجير إن شاء الله، لأن بإذن الله في تحدي لنهاية 2025 راح نحطم بإذن الله رقم قياسي. والحين أقدر أقول لكم يلا. قضية يوكيو ياماجي لأغبى وأوسم سفاح ياباني. كانوا يشبهونه بنجم كوري مشهور، وهالشيء بدال ما أن يكون نعمة عليه وحسنة صارت نقمة، وهذا اللي كان سببه بالإجرام والقتل واللي خلاني يستمر بهذه الأفعال الشنيعة. يوكيو من مواليد 21 أغسطس عام 1983 تحديدا في مدينة ياماغوتشي، ولكن لسوء حظ أن عائلته كانت تحت خط الفقر. تدرون أن باليابان غالبا ما عندهم طبقة وسطى، إما فقير أما غني. يوكيو ياماجي أمه وأبوه كانوا طفرانين حيل، حياتهم صعبة ومعيشتهم وايد صعبة، وما عندهم أدنى مقومات للحياة. أبوه كان يشرب الكحول على أساس أنه يبي ينسى الواقع وينسى الآلام وينسى الضغوطات اللي هو كان عايشها. وما كان هم مدمن للكحول، هم كان سارق، يعني بواق من الآخر. كان يسرق عشان يشتري الكحول، وهم فوق هذا كله كان يشرب بطريقة هستيرية، وهالشيء اللي سبب له تليف بالكبد. ومرة من المرات ولده يوكيو كان قاعد يشوف أبوه قاعد يتقيأ، ولكن التقيؤ هذا كان دم. فعلى طول يوكيو ايش سوى هني؟ دق على أمه وقال لها تعالي ترى أبوي قاعد ينزف دم. ولكن الصدمة هني إن الأم قالت له خله على راحته، ولا تجيسه ولا تقرب صوبه، هو كذي دائما وهذه عادته. ولكن الصدمة الأكثر إن الأب استمر بهذا التقيؤ يوم كان ينزف الدم. كان تكرمون في دورة المياه، ولكن فارق الحياة، انتقل إلى جوار ربه. هني يوكيو انصدم، وسبب له هذا الشيء صدمة كبيرة نفسية داخلية، لذلك اعتبر أن هذا الشيء عمل إجرامي للأم، واعتبر هني أنه هي السبب الرئيسي وراء هذه الحادثة. يوكيو كان عمره 11 سنة، يعني توه بالابتدائي. يوكيو ما عليه أي مظاهر تربية، وجوده بالمدرسة وعدمها كانت واحد. يروح للمدرسة يكسر الطاولات، يتهاوش مع المدرسين، يتهاوش مع الناس اللي حوله، ما يخلي أحد بحاله، وفوق هذا كله ما كان ملتزم بولا شيء. واستمر على هذا الحال إلى أن انتهى من المرحلة المتوسطة، وبعدها طلع من المدرسة ودور له مكان يشتغل فيه، لأن الأم خلال الفترة السابقة كانت كلها متسلفة ومتدينة. أجار البيت، مستلزمات، الأغراض، الأطعمة، الملابس، المأكل، المشرب، أجارات المدرسة كذلك، هذا كله كان عبارة عن ديون الأم كانت تتسلف من الناس اللي حولها، إلى أن وصل مبلغ الدين تقريبا إلى 10 ملايين ين ياباني. الأم هني قررت قرار في إنها عشان تخفف الديون اللي عليها والمستلزمات اللي عليها، قالت أنا راح أروح النوادي الليلية
والعب القمار، لعل وعسى يصيب حظي وانا اطلع مبالغ ماليه ضخمه. ولكن يوكيو رفض هذا الامر تماما، لان كان خايف انه ممكن ان مساله الديون تزيد عن هذا الرقم. وهني بدت رحله يوكيو الغبيه. يوكيو قال انا راح امسك زمام الامور وانا راح اتصرف وانا راح ادير الامور، وقال حق امه شكرا ما بيك تسوين ولا شيء، أنا الحين اللي راح أتصرف. بالبداية هني يوكيو راح اشترى دراجة هوائية، طبعا شراها بالتقسيط وقام يوزع الصحف والمجلات من خلالها. وباليوم الأول من الشغل يوكيو وقع في غرام لفتاة، والغريب في الموضوع أنها كانت أكبر منه ب16 سنة واسمها يوشيا. يوكيو قام يهد أمه بالبيت بروحها قاعدة بدون إنه ما يروح لها ولا يزورها، وقام يسهر مع هذه البنية على مدار فترة طويلة ويشرب معاها الكحول. وبعد مرور فترة البنية قالت حق يوكيو يا يوكيو أنا أكبر منك ترى، مو بسنة ولا سنتين، ب16 سنة. أتوقع أن استمرارنا بهذه العلاقة مو صالحنا أبدا، وأتوقع أن ما أبي يزيد الحد بيني وبينك عن محتوى الصداقة. طبعا يوكيو ما تحمل الكلام اللي سمعه من هذه البنت اللي هي يوشيا، وقرر هني أنه ينتقم منها. أم يوكيو هني حست أن ولدها يوكيو كان عنده أفكار غريبة وعدائية بنفس الوقت، وأن الشخص تغيرت شخصيته بالكامل. وأمه سمعته يوم كان قاعد يتواصل مع هذه البنية ويحدد معاها موعد وكأنه يبي يستدرجها. والأم حست أن ولدها كان يبي يستدرج هذه البنت لمكان بعيد وغريب وما في أي بشر أو بني آدم في هذا المكان. وبنفس الوقت شافت أن مع ولدها كان عنده سكين وكانت حادة وكانت جديدة بنفس الوقت، لذلك شكت انه كان عنده نية للقتل. فقررت انها تاخذ رقم البنية وتحذرها من يوكيو. وبالفعل الام دقت على هذه البنت اللي هي يوشيا وقالت لها يا يوشيا ترى ولدي عنده نية انه يقتلك، لذلك انتبهي وما حد يعرف الولد كثر امه. انا ولدي مينون وانصحك تبعدين عنه لانه ناوي على الشر. البنت هني فعلا خلت بهذه النصيحة وابتعدت لفترة طويلة. يوكيو هني يوم حس ان البنت اختفت فجأة وما ترد على اتصالاته ولا معبرته، وفجأة صار كل هذه الأحداث بدون سابق إنذار، شك بالأمر. هني فجأة قام يفكر وقال أنا برجع البيت وراح أراجع جهاز الهاتف. وهني المصيبة إنه سمع تسجيل مكالمة بين أمه ويوشيا. وهني حسم أمره واتخذ القرار يوكيو بأنه بدال ما إنه ينتقم من يوشيا قرر إنه ينتقم من أمه، وهذا كله وهو كان عمره 16 سنة بس. ويوم تنفيذ هذه الجريمة كانت في 29 يوليو لعام 2000. يوكيو هني جاب عمود حديد بالكامل ودش على غرفة أمه، وكانت مستلقية على الفراش أو على السرير وكانت صاحية يعني كانت قاعدة. يوكيو هني على طول ما تهجم على أمه وسبب لها الضرر، ولكن في البداية قام يكسر كل النوافذ اللي بالغرفة هذه، حتى الأمور التفاصيل الصغيرة من أثاث وديكورات قام يكسرها بالكامل عشان يسبب التخويف والهلع لأمه. بنفس الوقت كان مبقق عيونه، يعني كان مبطل عيونه بشكل مرعب. كان عايش الدور مثل ما يقولون، كان يطلع أصوات من فمه مثل صوت الأسد والنمر، وبنفس الوقت ضربها على رأسها. الأم بعد ما انطقت من ولدها من هذا العمود قامت تزحف على الأرض تبي تحمي نفسها، ولكن مثل ما أنتم عارفين أن الأرض كلها كان عبارة عن زجاج. ولكن هو بدون أي رحمة قام يستمر بضرب أمه إلى أن تأكد بأنها فارقت الحياة. والصادم هنا إن في أحد بنفس الوقت بلغ الشرطة، يعني الشرطة وصلت للبيت واقتحموا المكان وهو قاعد يطق أمه بنفس الوقت. ولكن يا ترى منو اللي بلغ وشلون دروا الشرطة بخصوص هذه الحادثة؟ الطريقة اللي دروا فيها إن يوكيو قبل لا إنه يضرب أمه بلغ يوشيا اللي هي مفروض إنها تكون حبيبته وصديقته، قال لها أنا الحين قررت فيني أنا أنتقم من أمي، فالدور راح يكون صوبها ما راح يكون صوبك أنتي. فهني يوشيا على طول بلغت الشرطة وقالت ترى في شخص يبي ينتقم من أمه وهذا هو العنوان. ولكن للأسف الشديد أن يوشيا تأخرت بتقديم هذا البلاغ، يعني فرق دقائق كان ممكن أنه ينقذ أم من ولدها. انتشرت قصتها على نطاق واسع بالجرايد والمجلات، والصادم أن الشعب كله هدوا هذه الجريمة القتل البشعة اللي صارت وقاموا يشبهونه بممثل كوري. تخيلوا أن يوكيو بالمحكمة قال إني أنا أبدا مو نادم على قتل أمي وهي كانت تستحق هذا الموت، والسبب أن هي تدخلت بخصوصيته وأنها تواصلت مع حبيبته، من المفترض أنه هو اللي كان يرتب معها موعد غرامي، والموعد الغرامي عشان يقتلها مو عشان يواعدها. والأمر الثاني أن هي دائما كانت تقول عن أبونا أبوه فاشل، ولكن هي من وجهة نظر ولدها يوكيو أن هي اللي كانت فاشلة لأنها كانت غارقة بالديون وما كان عندها المقدرة في أنها تتجاوز هذه المرحلة الصعبة. الموضوع الحين صار بيد السلطات اليابانية، ويوم توصل القضية تحت يد السلطات اليابانية اعرف انك انت راح تنصدم من خلال القصة.
أنا ما أدري شلون يفكرون أساساً، أو على أي قانون تستند تحقيقاتهم، وفي كل مرة أنصدم من تحقيقاتهم. ولك الحكة ذبحتني. تخيلوا أن قالوا أن يوكيو تحت سن 18 سنة، يعني للحين قاصر، وبنفس الوقت هو وسيم جدا. يعني يوكيو ما راح ينسجن. ولو تلاحظون في أكثر من قصة أنا تكلمت عنها كان في تعاطف مع المجرمين أو السفاحين الوسيمين، والقاضي بيومها قال الجمال هو العدالة، أصبحوا هدفاً لمطاردة المعجبات الإناث. وبالفعل هني الحكومة أو السلطات اليابانية اكتفوا بأنهم يرسلونه إلى الجهات الإصلاحية. وهم القاضي قال أن يوكيو مو مجرم أبداً، لأن ما كان في نية للقتل، وغير كلامه وقال أو أن القتل كان من غير قصد، لأنه كان بلحظة غضب ومن غير تخطيط. شلون من غير تخطيط يا جماعة؟ دش بعمود وقام يكسر وقام يهدد وقام يخرع ودز مسج البنية. أنا مو فاهم. رغم أن يوكيو قال بالمحكمة أنه مو نادم وأمه تستحق الموت، وكل هذا عشان يوكيو وسيم. زين كلهم يشابهون بعض، يعني ما حد راح يكون مجرم عندكم. ولكن الحكومة هني قالت ما عليه أن الجهة الإصلاحية راح تعدل من سلوكياته وأخلاقه، وراح يتحول إلى شخص صالح خلال فترة قصيرة. أما تعاطفوا معاه لأنه مراهق وفقد أمه وأبوه، وهدوه بنفس الوقت عشان يسدد الديون المتراكمة عليهم، وأن الحكومة ما تتورط أبداً بتسديدها. هذا التعاطف ممكن يكون أنه منطقي بحالة واحدة بس، في حال إذا هو غلط بحق نفسه أو قام يصارخ على أمه أو تماده، لكن أنه يقتل أمه وتخلونه بهذه الطريقة هذه أكبر جريمة. الإصلاحية اللي تم وضعها فيها في مدينة أوكياما. يوكيو خلال فترة الاحتجاز كان مثال الشخص المثالي والملتزم، قام يشارك في كل الأنشطة والمسابقات، وهم تعلم أكثر من حرفة يدوية. ومن الحرف أو المهن اللي تعلمها هو الطبخ. وفي إحدى المرات الطباخ اللي كان يعلمهم أو يدربهم على أنه يطبخون منع يوكيو بأنه يأكل من هذه الوجبات اللي هو قاعد يشارك بأنه يطبخها بالأساس، لدرجة أنه إذا كان في أكل زيادة الطباخ الأساسي كان يقطه بالقمامة، يعني بالزبالة. المدرب هذا كان على علم ودراية بقصة يوكيو، كان يدري أنه هو قاتل أمه وما كان راضي بقرار الحكومة، وأنه شلون يعطون فرصة لشخص مثل هذا عشان مجرد أنه هو شخص وسيم. وهالموقف هذا استغل يوكيو بشكل كبير، واستمر يوكيو بالإصلاحية، تعلم الحدادة والنجارة على أساس من يطلعون من هذه الإصلاحية يكون عندهم خبرة بالحياة. وفوق هذا كله يوكيو كان ملتزم بجلسات العلاج النفسي اللي كان يحضرها، على أساس أنه يتخلص من العدائية أو من الأمور اللي كان هو يعاني منها، أو من الأفكار أو من الهلاوس اللي كان يشوفها. في 21 أكتوبر عام 2003 تم إطلاق سراحه من الإصلاحية، يعني أقل من 3 سنوات كانت فترة احتجازه بالكامل. أنا بسألكم الحين سؤال وأبيكم تجاوبوني بالتعليقات، هل فترة ال3 سنوات في مركز إصلاحي كفيلة بأنها تعالج سلوكيات شخص والشخص هذا قتل أمه؟ الإصلاحية هني أطلقوه بالشارع وهو ما عنده فلس واحد، وما عنده مكان يروح له ولا يعرف أي أحد، وهم في حال إذا تصرف بتصرف خاطئ ما عنده أي أحد أو خبير نفسي أو معالج نفسي يقدر يساعده، أو إنه يخلونه يسيطر على انفعالاته. يوكيو من اللحظة الأولى اللي طلع فيها من المركز الإصلاحي، تخيلوا وين قام يروح؟ قام يدور على حبيبته السابقة يوشيا عشان ينتقم منها، ولحسن الحظ إن يدته أمه وقفته عن حده. يوم عرفت الجدة أن يوكيو طلع من الإصلاحية قررت بأنها تاخذه عندها البيت، وقررت أنها تاخذه ويروحون المقبرة وأنه يعتذر من أمه في المقبرة، ومن ثم يفتح صفحة جديدة ويطوي الصفحة الماضية. ولكن يوكيو ما قبل هذا الأمر أبدا، وقال له أنه هو مو نادم. قام يقول لها أنتوا ليش مو راضين تفهمون أن كانت هي السبب في وفاة أبوي، وبنفس الوقت راكمت علينا ديون وسببت لنا المشاكل. ولكن الجدة ما كانت مستسلمة لهذا الأمر، وكان بالها طويل وصبورة، وصارت تحاول أن تحنن قلبه شوي شوي، وقامت تقول أنا عندي فلوس وراح أخليك تبطل مشروع بنفسك، وراح تصير إنسان صالح، بس أبيك تفتح صفحة جديدة مع نفسك. وبعدها بأيام يوكيو سرق أموال جدته بالكامل، وراح لمدينة اسمها أوساكا، وكانت في مبنى سكني كبير جدا، وتم قاعد بهذا المكان على مدار 2 كان يراقب ويخطط بنفس الوقت، وقرر انه يصير سفاح مشهور ويتحول لأسطورة في عالم السفاحين. وبالفعل هني يوكيو انضم لعصابة هم أصلا معاه بالمجمع السكني، كان عندهم شقة وهي بالأساس مقر تجمعهم، ولكن بعد فترة قصيرة قام يكرههم وقرر انه يقتلهم جميعا. والخطة كانت كالآتي، بأنه يقفل عليهم الباب ويحرقهم وهم داخل هذا السكن،
ولكن للأسف الشديد أن المستوى التخطيطي والقتالي ليوكيو ما كان بالمستوى الاحترافي. هني نفذ الجريمة هذه، ولكن بالعكس. شلون يعني بالعكس؟ قطع التيار الكهربائي من البيت وطلع عشان يحرقهم، وهم بنفس الوقت كان قاطع التيار الكهربائي على بيت ثاني غير بيت العصابة اللي كان قاطع فيها التيار. والبيت هذا حق اختين كانوا ساكنين بروحهم، أرسوكا اللي عمرها 27 سنة وتشيرو اللي عمرها 19 سنة. يوكيو على طول هني فهم انه هو تصرف بطريقة غلط او بطريقة عكسية، فقال للاختين ما بيكم تخافون، يمكن اللي فصل هذا التيار قطة أو طفل قاعد يلعب بالكهرباء، وأنا الحين راح أتصرف وراح أحل الموضوع. وبعد فترة قصيرة يوكيو كان منجذب للأختين بنفس الوقت، وكان يكلمهم بلطف هم الثنتين وكان يساعدهم، ولكن كان شوية عنده ميلان أكثر للأخت الكبرى. هو من صغره كان يحب الفتيات اللي كانوا أكبر منه بالعمر، وهم بنفس الوقت ما كانوا يعرفون عنه ولا أي معلومة ولا أي تفاصيل غير إنه هو ساكن معاهم بنفس المبنى. هني تم يوكيو بإنه يراقب تحركاتهم بطريقة مريضة، لدرجة إنه كان يسجل هذا الشيء بدفتره الخاص، وكان يسجل سلوكياتهم. بعد التكتيك والتخطيط وحاول إنه يسوي مليون شيء وشيء، قرر هني إنه ينفذ الشيء اللي في باله. بالبداية راح للوحة التحكم اللي بأسفل المبنى للمرة الثانية، وقطع التيار الكهربائي على الأختين اللي هي أرسوكا وتشيرو. وسبب قطع التيار الكهربائي كان بيشوف هذول الأختين راح يلجؤون له، راح يروحون له ويخافون ولا لا، أو إنهم مو عادين رجل بالمواقف هذه الحقيقية. والطبيعي إنهم ما عبروا ودقوا على حارس المبنى هذا بالكامل على طول. ولكن بالنسبة ليوكيو كانت هي أكبر إهانة بالنسبة له، ورجع البيت عشان يكمل التخطيط وهو حاسس إن هذه فعلا إهانة كبيرة بالنسبة له، وإنه هو عطاهم فرصة للحياة ولكن هم ما استحقوها. تحديدا يوم 17 نوفمبر عام 2005 انتظر عند باب شقة أرسوكا وهو كان حامل سكين خلف ظهره، ويوم شاف أرسوكا بدأ يسلم عليها وقال لها أنا منتظرك أبي أكلمك بموضوع، ولكن قال لها أتمنى أن أختك ما تكون موجودة اللي هي تشيرو، لأن الموضوع شوية حساس. فمن الطبيعي قالت له حياك تفضل. وبالفعل يوكيو أول ما تفضل مسكها من شعرها وسحبها لين آخر البيت وقام يربط فمها بالكامل وقيدها، ونطر أختها تشيرو لين توصل البيت. وفعلا يوم وصلت استخدم معاها نفس الأسلوب ومسكها من شعرها ووقفها بجانب أختها وقيدهم بالكامل. وهني استمر يوكيو على مدار يومين بأنه يطعن ويضرب ويستخدم أقوى الأساليب التعذيب حق هذيل الأختين على مدار اليومين بالكامل. وهني قام يفتش ويدور بالبيت بالكامل على أساس إنه يلقى أي مبالغ مالية يقدر ياخذها، ولكن ما لقى إلا 5000 ين ياباني، يعني تقريبا $50 أمريكي. تخيلوا $50 شنو سوى؟ راح تنصدمون معي. راح اشترى فيهم بنزين وولاعه. فعلا قام يوزع البنزين هني على الشقة بالكامل وعلى الأختين، ولع فيهم بالكامل وعلى الشقة كلها. تخيلوا أنه راح البيت وقعد بكل براءة وكأن شيئا لم يكن. المبنى السكني كان فيه طفايات حريق أوتوماتيكية، فمن الطبيعي راح تطلع صوت انذار وتشتغل على طول بروحها. يعني الصادم والغريب في الموضوع ان الجثتين ما احترق فيهم شيء، والشرطة هني اول ما دشوا وحققوا في الموضوع على طول تعرفوا على القاتل من خلال بصمات اللي كانت تارسة الشقة كلها وحمض النووي اللي كان على الجثث. الصادم انه قبل 5 ديسمبر عام 2005 كان معترف وقايل بالمحكمة انه هو قتل الاختين. والتبرير العجيب اللي قاله للمحكمة انه يوم قتل امه حس بشعور النشوة ومو قادر ينسى هذا الشعور ويبي يشوف دم ثاني للمرة الثانية. وفعلا يوم كان بالإصلاحية كان يقول للخبراء والمعالجين النفسيين ان انا احس بهذا الشعور. قالوا له مع الايام هذا الشعور راح ينزال تماما. يعني هو فعلا كان عنده نية انه يتعالج من هذا الامر، ولكن بالاصلاحية ما عطوه العلاج الكافي. وهم قاعد هني يتكلم عن الطباخ اللي كان يعامله بطريقة جدا سيئة وعن الوجبات اللي هو كان يطبخها وما كان يخليه ياكل منها. هني المحققين حسوا انه هو يبيهم انهم يتعاطفون معاه، ولكن حسوا ان في شيء غريب وانه ما راح يصدقونه نفس كل مرة أو نفس أول جريمة اللي حصلت مع أمه. فسألوني عن السلاح اللي استخدمه ضد الفتيات، قال لهم إن هذا السلاح سكين عادي، وإن رمى هذه السكين بمكان قريب من المجمع السكني. ويوم راحوا تأكدوا المحققين والشرطة فعلا لقوا السكين بالمكان اللي هو تكلم عنه. وما أدري شنو أقول لكم صراحة بعد هذه القصة، لأن المحكمة للمرة الثانية تعاملوا معاه بتعاطف لأنه إنسان صادق. التهمة كانت القتل المزدوج بعد التخطيط الطويل
بدليل الدفتر اللي كان يسجل فيه كل التفاصيل والسلوكيات اللي كان يشوفها والتخطيط اللي يبي ينفذه. يعني على فرضا انه هو شخصية مضطربة، المفترض ان يمر بفترات يكون فيها واعي ومن ثم يتراجع عن قراره، وهم ما كان عنده السبب للانتقام، نفس قصته مع امه ويوشيا. وعمر الحين فوق السن القانوني، يعني مسألة دخوله الإصلاحية للمرة الثانية وإعادة تأهيله ما راح يكون لها أي فايدة. محامي يوكيو قدر إنه يكسب بعض الجلسات لأن حجة الاضطراب النفسي وايد عندهم تأثير وياخذونها بمحمل الأهمية والجد بشكل زايد شوية. ولكن مثل ما قلت لكم هو في هذه المرة تعدى كل الفرص والخطوط وما ترك لنفسه أي أمل. ولكن المحامي اللي كان معاه قدر يقنع المحكمة إنه هو غير مؤهل للمحاكمة. شلون راح تحاكمون شخص هو مريض وغير مسؤول عن تصرفاته؟ يعني المحكمة قررت بأنها تسوي اختبارات عقلية ونفسية ليوكيو عشان يقيسون فيها مستوى إدراك العقلي. إذا نجح فيها وتعداها راح يكون جاهز للمحاكمة. وهني محامي يوكيو خذاه على جنب وقال له إياك أن تجاوب على الأسئلة، طلع كل العقد النفسية اللي عندك وخليك أهبل مو فاهم ولا شيء، ولا تعطيهم أي ردة فعل طبيعية. قال له هذه فرصتك الأخيرة وأنت على مشارف الموت، خلاص ما بقى عندي ولا شيء إني أنا أخدمك أو أسوي لك إياه إلا هذه الفرصة الأخيرة. ولكن يوكيو يوم قعد مع المختصين النفسيين انزلت عليه الرحمة والسكينة. تخيلوا انه صار يسولف عن جرائمه ودوافعه وعن كل شيء هو سواه. وبالفعل هني تم إصدار وثيقة نهائية من قبل الطب النفسي بأن يوكيو جاهز للمحاكمة. هني المحامي انصدم صدمة عمره تماما، وكمحاولة أخيرة المحامي ما خلاه أبدا، جاب تقرير من الإصلاحية وتبين أن يوكيو عنده متلازمة آسبورغ واللي تخليه ما عنده إدراك لكلامه. شفتوا شلون القصة معقدة؟ ولكن المحكمة اعتمدت على وثيقة المختصين الأخيرة اللي سواها. وهم من هني قام يطالب المحامي بالسجن المؤبد ليوكيو بدل الإعدام. أخي لو هذا المحامي عندي ويدافع عني طول هذه الفترة، وأقعد أحط اللي ببالي فلان وعلان وأتخلص منهم. والصادم هني إن يوكيو ما كان عنده أي مشكلة وكان بارد جدا في حالة الحكم كان مؤبد أو إعدام. يعني المحامين كانوا يترجونه عشان بس يمثل عشان يتم تخفيف عليه الحكم. تخيلوا إنه كان يطلع من جلسات الحكم وهو كان قاعد يضحك بغباء. ويوم صدر هني الحكم على يوكيو انهار وقام يبكي، والحكم كان الإعدام ليوكيو. وصار يترجى ويتوسل المحامي إنه يسوي أي شيء عشان بس يوخرون عنه مسألة الإعدام. هني المحامي قال عندنا بس فرصة أخيرة وهي استئناف الحكم، ولكن أنا ما راح أقدم لك طلب استئناف للحكم لأنك خطر على المجتمع، وأنا عانيت معاك واكتشفت أنك ما تستحق فرصة للحياة. وأنه هو عطاهم فرصة للحياة ولكن هم ما استحقوها. سبحان الله، كما تدين تدان. فعلا المشاهد ستعاد وكل ساقي سيسقى بما سقى به الناس. حتى بالمحكمة القاضي قال له ما في أي فرصة تخلينا نحن نخفف عليك الحكم. وفي 28 يوليو عام 2009 وكان يوكيو هني عمره 26 سنة تم الحكم بالإعدام ليوكيو. وطريقة الإعدام هني كانت بالشنق. تخيلوا يوم يوكيو دش لغرفة الإعدام كان بجانبه قاتل متسلسل واسمه هيروشي، وهذا راح أكلمكم عنه بفيديو منفصل. تخيلوا أن يوكيو ابتسم مرتاح نفسيا يوم شاف هيروشي بجانبه، لأن حس هذا اللقاء هو تكريم له أن قدوته كان بجانبه. يوكيو كان أصغر شخص يتم إعدامه باليابان، تحديدا من عام 1972 إلى عام 2009. وتحولت قصة يوكيو إلى فيلم، وقام بتمثيل دور البطولة هو نفس الممثل الكوري اللي شبهوه فيه. وهني كانت نهاية قصة اليوم. أدري إنها غريبة وصادمة ومشوقة وكل الأحداث فيها. لا تنسون الشير والسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. وبإذن الله راح أقدم الأكثر والأفضل بإذن الله بالأيام القادمة. نبي نسوي تحدي يا جماعة، نهاية عام 2025 نبي نحقق رقم قياسي باليوتيوب، رقم قياسي بالفيديوهات، رقم قياسي بعدد المشتركين والمتابعين، رقم قياسي بالمشاهدات. الدنيا ستدور والمشاهد ستعاد والأدوار ستتبدل وكل ساقي سيسقى بما سقى به الناس.